شنو القصة وش جاي يصير بمول المنصور؟ بحيث اليوم رجلي مفسوخة وجيت. هذا المول كل ما يكبر بالعمر يرجع يتجدد، وتقريبا أكثر مول عليه شعبية ببغداد. هسه راح ندخل جوه ونعرف شكو. أنت تعرف شكو؟ لك هاي من لقيت حمودي. حياتي. واليوم كان هو حفل افتتاح القرية داخل مول المنصور. حمودي هسه عنده لقاء، تقييمكم للأوتفيتس؟ يعني كلون انا شويه. هاي ضيافتك اول شيء. شنو جديدكم الخبصتوا بيه العالم؟ عمار هذا اختراع اول مره يجي بالعراق وخاص بس بتمتوعه. زين هسه اللي يشوفه يقول لك تمر، شنو الاختراع؟ تعال خل افتح لك وحده. شوفه من الداخل مليان راشي. شوف كميه. رجع شيء. هاي الثانية بداخلها راشي وهيل وزعفران. مو قلت لك بس يم تمتوعه راح تلقاه. هذا التين بكل مكان راح تلقاه، بس هذا التين بس يم تمتوعه تلقاه، هذا خاص بمزارعنا. شنو الغريب بهذا التين؟ هذا التين ناعم ولين، واهم شيء نظيف. خل اشوفك نظافه التين. ما شاء الله. ما راح تلقى هيك تين ابد. هاي داي قبل سنة وصلهم الايس كريم المجفف. ايس كريم مغلف ومحشي. هاي تاكل ايس كريم يعني داي. كله دايس. عمار هنا لا تخاف انت برقبتي. طبعا تمتوعة غني عن التعريف، وبفترة قليلة صار عنده أكثر من فرع داخل بغداد، واشتهر بالمجفف والمقرمش والمكسرات، وبعد بالسناكات اللي ممكن تتقدم للخطاب. تمتوعة صار بالجديد بمول المنصور داخل القرية، واللي مجربيهم قبل راح يحكوا لكم عن شغلاتهم.